خوتي خواتاتي، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي تدار خصيصا للحديث على مستجدات المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022. إذن كيف كنعرفوا أن كل اللاعبين التحقوا بالبعثة وبداو تدريبهم في دولة قطر. البعثة ترأسها عبد الملك أبرون. المستجد السيء ليلة الأحد هو إصابة أمين حريث اللي تأكد غيابه بسبب هذه الإصابة في الركبة، اللي تأكد أنها قطع في الرباط الصليبي الداخلي مع تضرر في المينيسك. إصابة شبيهة بإصابة اللاعب رونالدو نازاريو داليما اللي غاب بسببها قرابة العامين. غياب أمين حريث غادي يفتح الباب لاسم آخر أنه يحضر للمونديال، اللي في الغالب غادي يكون لاعب وسط ميدان، والأقرب حسب الأصداء هو يونس بن الهندا نظرا لخبرته ولأنه الأفضل كاسم في ذاك المركز، ولاعب اللي واجد وكيلعب باستمرار مع فرقته أدانا ديمير سبور التركي. وكاينه مصادر أخرى كتهضر على أن لاعب الوداد أيمن الحسوني اللي حتى هو نفس المركز مع فرق الإمكانيات. أما في حالة ما إذا قرر وليد أنه يعوض بجناح أو مهاجم، فالأقرب هو ريان مايي لاعب فرانك فاروش، واللي كان عنده دور كبير في التأهل للمونديال، لاعب من أكبر المظلومين في اللائحة النهائية. إلى جانب مايي كاين سفيان رحيمي لاعب نادي العين الإماراتي اللي حاكمها في الإمارات، ولكن ضعف الدوري الإماراتي مخليه بعيد على المنتخب. وحاليا كاينه أخبار كتهضر على اللاعب إبراهيم دياز لاعب ميلان الإيطالي على أنه بإمكانه الحضور لتعويض حريث. إمكانيات اللاعب الحديث عليها غير هضرة خاوية، حيث الكل كيعرفه وهو من القطع الأساسية في ميلان. التساؤل دابا حول إمكانية حضور اللاعب اللي كان رافض الفكرة في وقت ما عرفتش واش تغير رأيه ولا شنو وقع، ولكن واش الجامعة قدرت تأهله قانونيا ولا باقي، واش تم تغيير الجنسية الرياضية للاعب ولا باقي. أما إمكانية اللاعب لا يتناطح فيها كبشان. سيبقى أكبر عدو للنخبة الوطنية في هذا المونديال وهو الإصابات، بوفال والانزعاجات المتواصلة في الشوفية، وكذلك صاحبه في نادي أونجي عز الدين أناحي اللي عنده آلام في الظهر، إضافة لشق في الأنف اللي خلاه يحضر في تدريب الأمس بالماسك، وإصابة بوخلال اللي ممكن تبعده على كأس العالم في انتظار الفحوصات. وآخر الأخبار كتقول أن وليد الركراكي طلب الكشف على كل المصابين في أسبيطار في قطر، اللي كيتعتبر واحد من الأحسن في العالم في الطب الرياضي، باش بعد الفحوصات يقرر شكون غيكمل وشكون اللي غادي يغادر. وفي الأخير وقبل إنهاء هذا الفيديو أسألكم الدعاء للجد بالرحمة والمغفرة ولكل أموات المسلمين. في أمان الله.